يا صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، ولو لسه جديدة معانا في القناة اشتركي عشان يوصلك مننا كل جديد، وتابعينا على صفحة البيج عيلة سيما. النهاردة بقى هنعمل كنتاكي، افرحوا هنعمل كنتاكي، مش اي كنتاكي. بصي احنا ولا هنقعه بيقع بالساعات ولا الكلام ده، هنعمله بطريقة حلوة جدا جدا، وكل اولادك يقولوا له الله يا ماما ده جميل يا ماما، ولا يبقى فيه دم ولا نية ولا مش عارفة ايه، يكون مستوية على الاخر ولا تاخد وقت على النار ولا كل الكلام ده. معانا فرخة قطعناها زي ما انتوا شايفين، هنقطع التانية. انا معايا السكينة حامية ما شاء الله عليها، ومعايا مقص بفتح بالمقص بشيل العظمة مش عارفة ايه. بالسكينة بقى بقسم الورك والدبوس والصدر حتتين، وزي ما انتوا عارفين. بس وبعدين ايه، قطعت الفرخة ايه. على فكرة انا زعلانة منكم كده، ما تعملوليش لايك. يعني انتوا بتتابعوا الفيديو وكل حاجة بس ما بتعملوش لايك. دلوقتي بقى تعالوا بقى نحط بقى ايه المكونات. معانا مكونات، معانا ملح، معانا كوبايه لبن، معانا كاري وكركم وورق لورا، ومعانا 3 فصوص حبهان، ومعانا مكعب مرق دجاج، ومعانا ملح وتوم باودر ومعلقه سكر. نزلنا بكوبايه اللبن وهننزل بالمكونات بتاعتنا شايفين، وهنقلب كل المكونات ديت بالميه بكل حاجه، وهننزل بيها ايه، هنجيب الفراخ هننزل بيها. كان في شويه حبه لبن حبيت ان انا احطهم، يعني هما المصريين يعني ما بيسيبوش فطفوط. دلوقتي انا غسلت الفراخ وسبتها تصفر، نزلت بيها بالمكونات اللي انا حطيتها، اللبن والميه والورق اللورا والحبهان والمرق الدجاج ومعلقه السكر ومعلقه ملح وتوم باودر وبصل باودر وكركم وكاري، وسبتها تستوي على النار. تعالوا بقى نعمل الرز الريزو زي المطعم بالظبط. عايزه تاكليه معلقه سمنه كبيره حلوه وزيت، تمام. الحمد لله مفيش زيت، الزيزه فاضيه فيها حبه صغيرين، خدنا منها الحبه صغيره. هننزل بمكعب مرق دجاج، هنسيبه بقى ان هو ايه يتهرس كده معاه. وبعدين هننزل بالبصل، معانا بصل، معانا كاري، ومعانا كركم، معانا توم مفروم. تعالي يا ستي سهل جدا، هنعمله زي المطاعم بالظبط واحلى كمان. عيالك مش هيصدقوا، يقولك معقوله يا ماما انتي عملت الرز ده؟ والله انا عيالي كانوا فرحانين بيه، قالوا لي الرز تحفه 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 تحفه. الواحد مش بيشكر في نفسه، لما يكون بيعمل حاجه حلوه بيقول هو عمل، وما عملش يقول هو فشل. نزلنا بالثوم مع البصل، احنا مش عايزاه يحمر ويدي لون والكلام ده، لا يا دوبك تشويحه بسيطه. نزلت بالكركم والكاري وهقلبهم مع بعض. شايفين ريحه الثوم هنا يعني جميله كده مع البصل مع المرق الدجاج. نزلت بقى بالميه، سهل جدا. معانا هنا دبس الرمان، صويا صوص. شايفين بقى الازازه لسه جديده لسه بفتحها، لقيت الغطا وقع في الحلقه ده، اكيد ما يبقاش انا لو ما عملتش كده. وخدت معلقه صويا صوص، شايفين معلقه كبيره حلوه كده. وهنزل الرز ده انا غسلاه وسايباه ينشف، راح نشف يعني ما شاء الله. وايه، وهنزل بميه تاني، حاسه ان هو عايز ميه تاني، ده اكيد يعني هو عايز ميه تاني. بس ما لازم انا احطهم، ما انا كده، ما انا جبت شويه ميه لازم انا احطهم. ومعانا ملح، ونزلت بالملح، ونسيب بقى الرز يغلي مع نفسه، واول بدايه ما يشرب هوطي عليه. تعالوا بقى نعمل اهو، جبت غطا بوريكم ان انا حطيت غطا. تعالوا بقى نشوف الفراخ اللي على النار، هي استوت وبقت جميله 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 جميله، ويا لهوي على الريحه. جبت معايا صينيه وطلعت الفراخ من الشوربه،
شايفين ريحة الشوربة جميلة، لبن وورق لورا وحبهان وملح وسكر وكركم وكاري وتوم بودر وبصل بودر، يعني الحكاية جميلة جدا. كنتاكي ولا مش كنتاكي؟ بس كنتاكي جميلة، ولا تقعدي تنقعيها بالساعات، ولا توجع قلبك، ولا كل الحوارات دي، ولا ما تيجي تقلي بتاخد وقت طويل في القلب، ولما تطلع تتحرق وبتبقى من جوه لسه فيها دم، سوري يعني تكون نية، وعيالك يقولوا لك يا ماما ايه ده فيها دم، يا ماما مش عارفه ايه، ويقعدوا بقى. خدت كوبايه من الشوربه اللي انا عملت منها، الشوربه اللي انا بتاعت الفراخ، خدت منها كوبايه، وانزل بكوبايتين ميه ساقعه متلجه. تمام تمام، احفظي الطريقه دي هتعجبك جدا. هتقعدي بقى حطها على النار تستوي والزيت، وكون البتاعه اتحرقت وهي لسه ما استوتش. انا لسه بحط توم باودر في الميه، نسيت حطيت التوم باودر في الميه وانا عارفه ان انا حطيت. دلوقتي معانا بقى التوم باودر وبصل باودر، المكونات اللي انا حطيتها الاولانيه بحطها تاني على الدقيق عشان اعمل كفر. خلاص هجيب بقى صينيه كبيره عشان اقلب كل المكونات مع بعض، اهو نزلت بالدقيق بالتوابل بكل حاجه وهقلبها. المعلقه طبعا هغيرها، هجيب الاستشيوله، اسمها سبيشيولا، وهقلب كل المكونات ده بالدقيق بالتوابل كلها اللي انا حطيتها الاولانيه. تمام، مفيش هنا تغيير. لو لسه وصلتي معانا لحد كده تعملي لي لايك والنبي، وتكتبي لي كومنت تقولي لي انا وصلت لغايه فين، مش عارفه ايه كده، يعني حسوني ان انا يعني بعمل حاجه، يعني انا مش بتكلم نفسي، شجعوني. يعني لو عايزين حاجه غير كده يعني اعمل روتينات، انا بعمل روتينات حلوه والله، وبروق واشيل، وكلنا بنروق ونشيل، بس بنشجع بعض. شايفين الفراخ دلوقتي نزلنا في الدقيق. هغير المكان بس عشان الكاميرا وكده، اصل انا اللي بصور وانا كل حاجه حطاها حتى الستاند وكده. وبعدين ننزلها في الشوربه اللي انا جبتها اهي كده، ارجع تاني احطها في الدقيق مرتين. بس انا ما بحبهاش تكون فيها كفر كتير كده ومليانه، بحس ان في الاخر كل البتاع ده بيترمي، يعني مين اللي هياكل كل ده؟ ما بحسهاش، مش عايزاها كبيره كده وتخينه، عايزاها كده تكون معقوله، يعني تاكليها كده، مش تقعدي تقشري فيها في الاخر بتاكلي دي. لا، الاكل هنا ذوق. دلوقتي عملت التانية وهكذا، هعمل كذا، هعمل كمية والكمية التانية عشان اولادي اللي في الجيم واللي مش عارفة فين واللي بيلعب كورة والكلام ده كله، يعني هعمل على القد الموجودين، واللي ما يجي بيعمل الجيم اعمله، واللي مش عارفة جاي من الساعة الكورة بتاعته اعمله الكلام ده. اهو شايفين، تكرري العملية تاني وتنزلي وتقعدي تبدريها في الدقيق والحاجة. على فكرة انا ما حطيتش شطة عشان انا عندي العيال ما بيحبوش الشطة قوي يعني، بس المفروض كنت حطيت. معانا زيت سخن وهننزل بالفراخ. شايفين الجمال، وحطيت معلقة نشا عشان تقرمش، وهي طلعت من غير نشا اصلا بتقرمش وجميله وريحتها روعه. ومعايا بقى ايه؟ الصفايه اللي هصفي بيها الزيت. عارفين انا جبت ايه؟ الجيش بيقول لك اتصرف. عارفين الطبق بتاع الشبكه بتاعت الميكرويف، انا خدتها وحطيتها وتحتيها حله، ولما تصفي الزيت بتنزل عليها. شايفين عملت الكميه دي والكميه التانية دي لما عيالي يجوا من الجيم والكوره والكلام ده. دلوقتي خلاص شايفين هي خلاص استوت وجميله جدا. هطلعها بقى بالمصفى، اصفي منها الزيت واحطها على البتاع الشبكه اللي انا عاملاها. ما تجيش قالك الصرف، ما انا لازم انا اتصرف. شايفين الحلاوه والجمال وريحه المطبخ روعه. يا خرابي على الريح، كأني في محل كنتاكي والله يا جماعه. وعلى ندفع بفلوس شيء فلاني وندفع مبلغ وقدر وانت قايمه ومش عارفه ايه، يعني اكله حلوه وجميله. شايفين؟ نسيبها تتصفى. تعالوا بقى نشوف الرز الريزو
شايفين الطعامة والجمال، ريحته وطعمه خرافة. تعالى بقى نعمل كلوسلو. انا اول مرة في حياتي اعمله. انا قلت لبنتي هاتيلي كابتشو، جابت لي كابتشو زي اللي المفروض تجيب لي اللي عامله زي الكرومبه دي الصغيره، بس هي جابت لي كابتشو وجزر. بشرت الجزر، المفروض يبقى البصل الجزره يكون صغيره، بس انا يلا انا بدينا بنتعلم اهو. بشرت شويه. هنفتح بقى الكابتشو. تعالي شوفوا الكابتشو اللي بنتي جايبهولي، ما شاء الله عليه. هو شايفين هقطعها على ايدي. لقيتها بايظه من جوه هنا اهو. شلت كام حته كده، معرفش لحت تبوظ ولا ايه، متفهموش. هقطع بقى على ايدي. المفروض تقطيع صغير. هي كان المفروض تجيب اللي عامله زي الكرومبه دي، بس يلا انا جابت لي دي مقطعه كبيره، المفروض تتقطع صغيره. مش مهم. لا عشان تعرفوا بس ان انا ما شاء الله يعني مرزقه. جيت اعمل كلوسلو ما لقيتش مايونيز عندي. كنت فاكره انا عندي مايونيز، اتاري ما عنديش. كنت ساعتها هموت، قلت ايه ده، مش مفروض ابقى عارفه ان في مايونيز؟ يعني مش معقوله. بتضايق لما تكون الحاجه زي كده مش موجوده عندي. كل حاجه تبقى موجوده عندي، الصوصات والحاجات والكاتشب وكل حاجه. معايا بقى علبه زبادي بلدي، خدت معلقتين. لا انا قلتها هحطها كلها. حطيت معلقه عسل كبيره. علبه الزبادي دي ب4 جنيه. نزلتها كلها. قلت مادام ما فيش مايونيز خدي بقى الزبادي كلها. قعدت اقلب المكونات كلها. المفروض كنت حطيت خل، ما حطيتش خل، نسيت الخل. ابني كان بيكلمني بيسالني على هدوم الكوره، وانا قلت له يا ابني مش عارفه ايه، اتلهيت معاه. عشان تعرفوا بس ده احنا لينا الجنه والله. قلبت كل المكونات وحطيت ملح وحطيت سكر وعسل. سكر لا ما حطيتش سكر. وعسل وخل خل لا ما حطيتش خل. حطيت ملح وفلفل. قلبنا كل المكونات وحطيته في التلاجة. تعالوا بقى خلاص مع طبق كاتشب اهو. الكاتشب اللي احنا عملناه وكلوسلو والرز الريزو. وهو شايفين بقى كنتاكي ولا مش كنتاكي؟ شايفين ولا في دم ولا حاجه، ومستويه وزي العسل. عسل. هنقطعها ونحطها على الرز الريزو زي ما بنجيبه بره كده، ونحط عليها بقى ايه صويا صوص. ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وتستنوني الفيديو اللي جاي. وهتوحشوني. مع السلامة. باي باي. ما تنسوش اللايك. يلا مع السلامة.